في فقرة عجبتني قوي في كتاب ريتش داد بور داد، اللي هو الأب الغني والأب الفقير. الابن بيسأل أبوه الغني، بيقوله: هو هل مش من الطبيعي إن الأسعار ترتفع من فترة للتانية كده طول ما احنا عايشين؟ يعني يبقى هو ده الطبيعي. فالأب الغني بيقوله إيه؟ بيقوله: لو المجتمع متعلم والحكومة فعالة ومنتجة، الطبيعي إن الأسعار تنزل مش تطلع. قال له: بس للأسف هو ده في نظريا، بس مش في الواقع يعني. بيقولوا إن الأسعار بترتفع ليه؟ علشان الطمع والخوف، الخوف الناتج عن الجهل. الخوف هنا اللي هو الخوف من الفقر، ان كل ما الواحد يبقى خايف من الفقر بيغلي الاسعار اكتر، عشان فاكر ان ده هيخليه غني يعني، مع ان ده العكس بيحصل. بيقولوا إن لو الطلبة في المدارس اتعلموا عن المال والثراء، هيبقى المجتمع فيه فلوس اكتر والاسعار هتبقى ارخص. طبعا ده عكس ما بيحصل في جميع المجتمعات. عمرنا ما اتعلمنا اي حاجة عن المال في المدارس، ولا حد قال لنا اي حاجة عن ازاي مثلا نبني ثروة، او ازاي، او حتى القوانين الاساسية للمال. الحاجات دي ما اتعلمناهاش في المدارس اصلا. بيقولوا بقى: لكن المدارس بتركز على ايه؟ المدارس بتركز على تعليم الطلاب ازاي يشتغلوا عشان يجيبوا فلوس، مش ان هما ازاي يتحكموا بقوانين المال.